السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الصابون البلدي اللي هنعمله مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدا ومبسطة، ومكونات موجودة في مطبخك. عملناه من كوباية زيت مستعملة وقشر برتقان احنا بنرميه، عملنا احلى صابون بلدي بجد. روعة روعة روعة. وريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. انا هوريكم الرغوة بتاعته عاملة ازاي. اه يا حبايبي بقى، دي ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي، واخد صابونه وهنرغي مع بعض. بصوا بصوا يا حبايبي، الرغوه بتاعته عامله بجد روعه روعه روعه. بصوا شوفوا رغوته عامله ازاي. مفيش بقى اجمل من كده بجد. بقشر البرتقال الوصفه دي جميله تحفه. كل ما بعمل الرغوه بتاعته بجد تحفه تحفه تحفه. عامله ازاي وناعمه جدا جدا على الايد. بصوا اهي زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى؟ يا ريت يا حبايبي بجد تجربوا الوصفه دي، حلوه قوي قوي. عملناها من قشر البرتقال، عملنا احلى وصفات. ان شاء الله انتوا هتلاقوني في كذا فيديو هعمل لكم وصفات بقشر البرتقال بجد روعه. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا هتجيبي قشر برتقال، اي نوع قشر برتقال. انا اهو حطيته، حطيت عليه، جبت قشر البرتقال وحطيت عليه ميه ورفعته على النار لغايه ما استوى. هتضربيه في الخلاط وتصفيه بالمصفى وتاخدي العصير بتاعه. تمام اهو. وهيكون معايا دي بشر صابونه، دي صابونه انا بشراها اهي. هبتدي احطها دي. طبعا العصير ده لسه منزلاه من على النار بيغلي. لحظه واحده بقى افضيه اهو. لحظه هفضيه وارجع لكم. اه يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما تكتريش، عايزاه بس عشان يدوب خالص. يا ريت لو انت بشره الصابونه تبشريها ناعم خالص، عشان احنا مش عايزين نزود السوائل. اه شايفين يا حبايبي. انا هركنها كده شويه عشان نكمل الوصفه. هركنها تدوب وبعدين ارجع لكم. ده عصير برتقال. اخدت كده شويه مش كتير، بس طبعا لازم يكون يعني تسقعيه. ودولك 3 معالق صودا او بطاس. في بعض الدول حجر تسيك المجاري، او كوترونه او ديبوشار. لو في اي يعني لها اسماء تاني يا ريت تقولوا لي. تمام انا هفضيه هنا. لحظه واحده. اه يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت الصودا 3 معالق. يبقى انا حطيت 3 معالق صودا في عصير البرتقال. اه يا حبايبي زي ما انتم شايفين هدوبه خالص. ان شاء الله هنعمل احلى صابون بلدي بطريقه جديده خالص. انا اول مره اعمل معاكم الطريقه دي بجد تحفه. القشر ده كنا بنرميه، فاحنا هنستفيد بيه ونعمل بيه احلى الوصفات. هسيبه بقى يبرد خالص ونكمل الوصفه. بعد كده يا حبايبي، بعد ما سبت الصودا تبرد خالص والصابون يدوب، دي كوبايه زيت انا طبعا مصفياها كويس قوي اهو. طبعا قبل ما تعملي بيها تصفيها كويس من اي شوائب. كده يا حبايبي حطيت مج وكمان ربع اهو. تمام يبقى مج وربع. بعد كده يا حبايبي هنحط معلقتين سكر، معلقه بيكربونات الصوديوم، وعاملين طريقتها على القناه، ومعلقه ملح طعام صغيره خالص. تمام. هضربه كويس اهو يا حبايبي. بعد ما ضربته كويس بعد كده بقى الصودا بعد ما بردت هحطها اهي. تمام. تسيبيها تبرد خالص وبعدين تكملي اهو. انا اقلب شويه كده وارجع لكم. كده يا حبايبي بقى بعد ما قلبت الزيت والصودا مع بعض، بصوا لونه غير وتقل. بصوا عامل ازاي. بس انا حابه اقول لك حاجه، يا ريت ما تحطيش السكر خشن في قلب الزيت، لان احنا في الشتاء هيكلكع منك ومش هيدوب خالص. تمام. بلاش تحطي زي ما انا حطيت دلوقتي. لو انت هتحطيه في الزيت فحطي سكر ناعم. انا حبيت اقول لكم بس عشان ايه ما يكلكعش، من دي كانت غلطه مني. فانا حبيت اقول لكم يا ريت لو بقى تحطوا السكر تحطوه في اول حاجه قبل ما تدوبي البطاطس. دوبيه في الميه او العصير. بعد كده لحظه واحده. ده بقى الصابون اللي احنا عملناه مع بعض اهو. طب انا هنزله بقى وارجع لكم. كده يا حبايبي بقى حطيت الصابونه اللي احنا كنا بشرينها. هنحط حاجه كمان. هنحط كيس الاوكسي اللي انا بحطه معاكم كل مره بريحه الليمون برضو. وطبعا احنا حاطين كمان برتقان، بس بجد ريحه الصابونه هتبقى جامده.
تمام. انا مش هحط كله، تمام. هحط كده حوالي 3 معالق بس. استنى ثانيه واحده بس اشوف تقله عامل ازاي. اهو هنقلب كده شويه. هنحط لحظه واحده، انا هحطه بقى بقيته. انا لقيته تقيل اهو. لحظه واحده هحطه. اه يا حبايبي فضيت بقيه الكيس. طبعا انت ما تزوديش السوائل خالص. انا طبعا لما لقيته تقيل فكملت بقيه الكيس. بصوا، اول ما حطيت بشر الصابون وحطيت كيس الاوكسي، بجد ريحه كيس الاوكسي دي روعه، انا بحبه، بحب احطه في كل وصفاتي. طبعا احنا عاملين صابون بلدي جميل جدا جدا، عاملينه بعصير البرتقال. كنت عامله لكم بيه برده بقشر البرتقال يوستفندي، عامله لكم بيه اللهلوبه، لسه منزلوا الفيديو ده جديد، يا ريت تشوفوه. بصوا تقولوا عامل ازاي. لحظه واحده اقلبه شويه وارجع لكم. كده يا حبايبي بقى بعد ما قلبته كويس، بعد ما حطيت الصابونه اللي احنا بشرناها. ممكن حد يقول لي طب ليه نحط صابونايه مبشوره؟ انا بحطها عشان تتقل معاكي. انا ممكن اقلبه، بس انا حبيت اعمل حاجه جديده ان انا احط معاها صابونه. انا اول مره اعمل الصابون البلدي واحط فيه بشر صابون، تمام. فحبيت اجربها معاكم. طبعا انت مش عايزه تحطي صابونه تبشريها وتحطيها، مفيش مشكله. ممكن تحطي 3 معالق مسحوق، تمام، مفيش اي مشكله. او تحطي معلقتين دي اللي يريحك، تمام. اي حاجه اللي انت حباها حطيها. اهو يا حبايبي بقى انا هفضيها ثانيه واحده. بصوا يا حبايبي انا عندي، بصوا الكوبايات دي انا حابه احط فيها كده، اول مره اجربها. وعندي برضو علبه سيليكون اهي، تمام. انا هفضي بقى، انت عندك اي علب فضي فيها، انا هفضي وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بقى بعد ما فضيتهم انا جبت كوبايه 5 اهي، ما حطيتش في العلبه السيليكون، ما حطيتش فيها اي حاجه. انا حبيت احط لقيتهم شكلهم حلو فحطيت واحده كمان، كده بقوا 5 كوبايات، تمام. ان شاء الله بقى انا هسيبهم ينشفوا. اول ما ينشفوا هرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد الصابون ما نشف اهو، زي ما انتم شايفين كده نشف تاني يوم على طول. دي انا نزلتها كده عشان اشوفها نشفت ولا لا، واوريكم شكلها عامل ازاي اهو. انا هفضيهم كلهم وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بقى فضيت الصابون كله زي ما انتم شايفين كده اهو، طلعته بكل سهوله اهو. شوفوا عامل ازاي، بجد روعه 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 اهو. ونشف تاني يوم على طول اهو. انا عايزه اوريكي بس ناشف ازاي، بجد حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين كده، بجد روعه. من كوبايه زيت مستعمله يا حبايبي وقشر برتقان احنا بنرميه، عملنا احلى وصفه للصابون البلدي، بجد هتخلي لك المواعين بتاعتك تلمع زي الفل. الوصفه دي بجد رائعه ان شاء. وعملت معاكم انا وصفات كتير للصابون البلدي، والوصفه دي بجد جباره حلوه قوي، ان شاء الله تنول اعجابكم. وان شاء الله هوريكم الرغوه بتاعته في اول الفيديو. بجد الوصفه دي جميله جدا جدا. يا ريت لو عجبكم الوصفه تكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لنا في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، ويا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.